اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هعمل لكم الفراخ اللي كل عيلتي اتجننوا عليها بصراحة. مفيش حد أكلها وقال لي إنها مش فظيعة، إنها مش رائعة، إنها عملتيها إزاي. فيعني هقول لكم بقى على السر اللي أنا بعمله في الفراخ. اول حاجه بتجيبي الفراخ وتنقعيها في الخل على الاقل نص ساعه، وبتنقعيها بالملح وتنضفيها تقطعيها زي ما انت عايزه. تمام، خلاص صفيتيها من الميه وكل حاجه. هتجيبي بقى صينيه وتحطي فيها بصلتين كبار قوي متقطعين. لو الفراخ عندك مثلا فرخه كامله، او مثلا انا جايبه النهارده وراك 4 وراك، حطيت بصلتين كبار لان الوراك كبيره شويه. وحطيت بقى البهارات اللي انا عايزاها كلها، وملح وكركم وبابريكا وزعتر وكل حاجه، اي بهارات انت بتحبيها. تمام، وهتدعكي بقى البصله بالبهارات كده وبالملح والفلفل لغايه لما تبقى كده بالمنظر ده. خلاص احنا دعكناها كده. هنجيب بقى عندك قشطه هتحطي، عندك لبن هتحطي، عندك زبادي هتحطي، عندك بصي هي كل يعني في اضافات كتير انا بضيفها، بس كل اضافة بتديني نتيجة مختلفة. فيعني هي كل اضافة محتاجة لها في فيديو لوحديها اصلا، لان بتطلع الطعم مختلف تماما. انا بحط دلوقتي، حطيت قشطة 4 معالق قشطة، وعملتهم في البصلة كويس قوي. وبعد كده هدعك بيهم الفراخ كويس برضو من تحت الجلد وكل الفراخ، يعني اي فراخ اي حتة في الفرخة هعملها بالبصلة دي، من قدام ومن ورا ومن كل الحتت. وبعد كده بعد ما اخلص هرصهم جنب بعض في الصينية. اهم حاجة ان احنا نغلفها كويس بالخلطة دي. كل بقى تحت الجلد واي حتة فيها، يعني اهم حاجة تتغلف كويس قوي. هنرصهم بقى في الصينية رصة حلوة كده كويسة، بحيث ان هما يبقوا مش فوق بعض، يعني جنب بعض كلهم. بعد ما هنرصهم هنجيب اي حاجة نغطيها بيها. الصينية بتاعتنا خلصت اهي. اي حاجة بقى هنغطيها بيها. لو عندك غطا للصينية تمام، عندك اي ممكن بصينية تانية تغطيها، المهم تبقى يعني متغطية كويس، يعني ما يبقاش فيه حاجة متعلية فيها، تغطيها كويس. انا هجيب صينية تانية واغطيها بيها، وهحطها في التلاجة من بالليل لتاني يوم. تمام، هاجي بقى احنا كده خلاص، احنا كده تاني يوم انا جبت طماطم قطعتها في الشفشق ده، وهحط عليها قرنين فلفل كوبي، وفصين توم، وقطعة كده بنجر مبشور عندي انا بحطه في الصلصة على طول. فده بنجر مبشور، بس هي متلجة يعني. فهحطهم في الشفشق مع الطماطم. اولا الفلفل الكوبي مش هيبان خالص لما تضربيه مع الطماطم. البنجر والفلفل الكوبي هيدوكي حديد في الصلصه بتاعتك، فيبقى لو في اطفال بتاكل هيبقى حاجه كويسه يعني بالنسبه لهم. انا هضربه بالهاند بلندر، لو انت عايزه مش عايزه هاند بلندر حطيهم في شفشق الخلاط على طول. تمام، هنا بقى ملح وفلفل، كل البهارات بقى اللي انت عايزه تبهري بيها الصلصه بتاعتك ايا كانت بقى. حطي زعتر، حطي كركم، حطي كل يعني توم باودر، بصل باودر، اي حاجه اي حاجه عايزه تحطيها حطيها، البهارات اللي انت بتحبيها. تمام، انا كده خلاص ضربت الصلصه وكده طلعتها تاني يوم. يعني لازم تبات في التتبيله، لازم هتديكي نتيجة أروع من بكتير. إنما لو عملتيها في ساعتها النتيجة هتبقى تحفة برضو، يعني أنا بعملها ساعات في وقتها ما ببيتهاش، النتيجة هتبقى تحفة، بس لما بتبات الطعم بيبقى معزز. تمام، هتبيتيها في التتبيلة. تمام، هتعمليها في نفس اليوم، حتى سيبيها ساعتين. يعني لو انت مش ما عندكيش وقت ممكن تسيبيها ساعتين. انا كده حطيت الصلصة فوق الفراخ اللي انا مبيتها، وحطيت عليها رشة زيت بس بسيطة، وهغطيها برضو بصينية تانية، هحطها على النار من فوق
تغلي وتتسبك كده معايا، بس خلي بالك يعني ما تبقاش النار عالية قوي بعد ما تغلي عشان ما تحرقهالكيش من تحت يعني. فاول ما تغلي وطي عليها النار شويه، سيبيها تستوي شويه كده تتسبك، وبعد كده هناخدها بعد ما تتسبك هنحطها على الفرن عشان تحمر. انا كده كنت عامله المكرونه وحطها في الفرن، وحطيت الفراخ بعد ما اتسبكت في الفرن. بصوا جمالها، بصوا المنظر، مش قادره اقول لكم. دي بقى على الطعم، انا مش قادره احكي لكم على الطعم، انا مش قادره احكي لكم. انا مفيش حد في حياتي دقها الا لما كان يعني فظيعة فظيعة. مش هتبطلوا تعملوها. انا ما يعني انا دايما اما اعمل صينية مكرونة بالبشاميل اعمل الصينية دي لازم، علشان الصينية ديت انا باخد من الصلصة بتاعتها على المكرونة، بحب كده قوي انا. فيعني دي مع المكرونة بالبشاميل اللي عندي دايما، لما بعمل مكرونة لازم اعمل الصينية بتاعت الفراخ دي. يعني حاجة جميلة جدا في طعمها، وبتدوب كده في البق. اقول لكم بقى على التركية اللي بتدوبها في البق، بصراحة القشطة بتدوبها في البق، واللبن. الزبادي بيخليها حلوة، بس القشطة واللبن أحلى بكتير. بس لو عندك زبادي برضو ممكن تحطي، فاهماني؟ بس أنا يعني أنا في إضافاتي بحب أحط القشطة. القشطة بتخليها تحفة تحفة، حرفيا حرفيا يعني. القشطة البلدي، يعني مش القشطة اللي هي المعلبة، القشطة البلدي. جربوها بالطريقة دي وادعولي. ها، وعايزة اقول لكم، انا عايزة اعرف اللي هيجربها يقول لي في التعليقات يا جماعة. بجد 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 هتبهركوا، يعني فظيعة. المهم، انا دلوقتي خلاص طلعتهم من الفرن، والمكرونة كمان استوت، والفراخ استوت طبعا واتسبكت، وانتوا شايفين الجمال منظرها بقى. ما تخيلوش الريحة، ريحتها يعني. انا ولادي ما خلونيش استنى المكرونة تبرد، يعني خلوني اغرف من المكرونة تبرد شوية عشان اعرف اطلعها قطع، يعني ما تفكش مني. ما رضوش يستنوا. انا كنت عاملة كمان خرشوف محشي وقلت بقى اقطع لهم المكرونة لما تبرد، ما استنوش، ما رضوش يستنوا. انا دلوقتي حطيت الاكل وهم يعني، انا مش قادره اقول لكم، انا مش قادره اقول لكم. اخدوا اخدوا طبقهم ومشوا. ما لهمش دعوه بيا، كل واحد اخد طبق ومشي. مش عايزين، خلاص احنا خدنا حقنا منك، خلاص مش عايزين منك حاجه تاني، خلاص اخدوا حقهم ومشوا خلاص. فانا عايزاكم تجربوها، لان انا كل اللي دقها قال لي عليها تحفه. طبعا ممكن لو ما عندكيش قشطه تحطي لبن، هيديكي تقريبا نفس النتيجة تقريبا. بس هي القشطة بتبقى معززة شوية لأنها بتبقى دسمة شوية، بس هيديكي تقريبا نفس النتيجة. ممكن تحطي زبادي برضو، بس الزبادي مش بيدي نفس النتيجة بنفس الطعم، يعني بيوديها في حتة تانية يعني. لما تحطي معلقتين زبادي، معلقتين زبادي على الخليط ده كله، تمام. مش هيديكي نفس النتيجة دي، هيديكي نتيجة تانية مختلفة شوية صغيرين، بس الطعم في حتة تانية. يعني لو تركزي في الطعم هتلاقيه في حتة تانية. بصوا بقى، بصوا انا عايزة اقول لكم، بصوا دايبة ازاي، دايبة بمعنى الكلمة، حطيها فوقك تدوب. والله بجد، انا ابني ما بياكلش فراخ ولا لحمة، ما بيعرفش يندوقهم عشان صغير. عايزة اقول لكم دي بتدوب في بقه، يعني دي حاجة حلوة جدا لو عندك اطفال. يا ريت اللي وصل بقى هنا يصلي على رسول الله ويذكر الله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد عشان ده بيسعدني. ويا رب يا رب الوصفة النهاردة تعجبكم، واي حد يجربها يا ريت بجد، يا ريت اللي يجربها يقول لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.